احنا حضرتك بعديها الساعة 1 تقريبا جالي تليفون تاني من نفس الراجل. قال لي يا دكتور هيجوا من عند عبد المنعم رياض وكوبري 6 اكتوبر. ولذلك بدأنا احنا تأول متاريس بدري، نأول متاريس. يا دوب ما لحقناش وانا رايح ناحية عبد المنعم رياض، بروح وباجي وبنحمس الناس وبنحفز الناس، بس مش قادرين نقول لهم ايه اللي هيحصل. انا قلت لكذا حد من اللي جنبي، وكانت الخطة بتاعتهم ان الجمال والبغال والفرساء والحصينة هتهجم على الميدان، الناس اللي في الميدان هيجروا وهيتفرقوا، المجموعات البشرية 10,000 ولا 20,000 ولا 100,000 اللي هم جايين، بمجرد الحصينة والجمال ما هتدخل هم بيدخلوا وراهم. ده التفكير الحربي القديم، ده التفكير اللي عندهم، وده اللي كان هيتنفذ. واللي قال لي الكلام ده هذا الرجل. قاله لك كله الساعة 1 الظهر؟ قال لي الكلام ده بالنص. معنى كده ان واحد من وسطهم يعني. ما اصل ترتيب الخطة بالشكل ده، يعني حد قاعد شايف الخطة. انا بدأت قلت لمجموعة الشباب اللي حواليا وما نشرتهاش، حتى يعني الدكتور أسامة اللي هو مسؤول عن أمن الميدان، انا ما قلتلوش. لكن بدأت اقول للناس. ما قلتلوش ليه؟ انا خايف الموضوع يعمل خوف ورعب. يعمل خوف ورعب، فعاوزه في اضيق الحدود. انا اخر مرة رحت ناحية عبد المنعم رياض، فوجئت بقى بالحصينة. الهجوم بدأ الساعة كام بالظبط؟ والله انا مش فاكر الساعة كام، 2:30 3 تقريبا قبل العصر. العصر كان بأذن. لان 2:30 3 ده انا كنت موجود في الحتة دي وما عرفتش ادخل بقى بسبب بدأ كده في الحدود ديت.